السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما انتوا شايفين كده هنعمل مع بعض محشي الشتا. طبعا ما يختلفش على اتنين، احلى محشي واحلى طعم زي بتاع امهاتنا بتاع زمان، مش المودرن الجديد، لا الحاجات القديمة. بس قبل كده ما نبدأ نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. هنا زي ما انتوا شايفين بقى هنبتدي. هنا نجيب محشي يعني بصل، ليا، زيت، توم لا، كمون لا. حطي دي قاعدة كده اساسي معاكي، كمون وتوم لا. هنا زي ما شايفين دول 4 بصلات حجم كبير. نجيب حلة فاضية بتحط بقى فيها الزيت. كل ما بيكون كمية الزيت حلوة الرز بيطلع معاكي مفلفل حلو، بتقدري ان انتي تتملكي فيه. انما لو الرز لو الزيت قليل بيطلع لزق ملزق مبيبقاش حلو. شوفوا يا حبيب قلبي، ده هي ليا غير الدهن. شوفي اللي هي بتبقى سايحة بتخرج كده مادة دهنية، سبحان الله. التينة بتبقى قاسية، اللي هي دي بتبقى زي الجيل كده، حلوة اوي. دي لية خروف بلدي، يعني ريحتها بس تودي في. ولا بقى واحد بقى يقول لي بقى رجيم بقى ولا مش رجيم. ساعة البطون تطير العقول زي ما بيقولوا. هنا بتحط اللي مع الزيت زي ما انت شايفة كده، تستني لما تخرج كل المادة الدنيا بتاعتها. ما شاء الله اللهم بارك. بس يا حبايب قلبي لو وصلنا لغاية كده متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل كل جديد. وياريت تقولوا انتوا بتتابعوني منين. انا هنا عملت شوفوا بصلتين، دي بقية البصلات التالتة. هنا بقى انا بحب اعمل تقلية ومرتة زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل اهو. البصل كل ما بتكترين المحشي بيبقى حلو، مش هقولك بيبقى وحش، بيبقى جميل. عايزة تعملي بصلتين محمرين وبصلتين مرتة، 3 بصلات محمرين واحدة بس مرتة، انتي وراحتك. انا كده عملت 2.5 وسبت 1.5 حمرته. شوفي بقى، تنزلي بكمية البصل على كمية الزيت باللية. انا مبشيلش قطع اللية دي، لا بسيبها. احنا بنحبها عامة، بس عند ماما انما عند جوزي لا ما بياكلهاش. فهنا عشان هنا احنا سايبينها كده عادي. كمية البصل اهي. البصل المحشي مش شرط انتي تقفي عليه، يعني ممكن تعملي اي حاجة حوالين منه لانه بيغيب شوية عما بيستحمر، يعني طبعا الكمية بتبقى كتير. هنا اهو البصل اهو، دي بقية البصل هنمرطه بقى. هنا بقى ملح وشطة وفلفل وكزبرة، مبحطلوش كمون خالص، دي كزبرة. كمون مبيبقاش حلو عليه. كل ده على البصل. تمسكي بقى البصل ده تدعكيه دعكة حلوة متغاظة، حطي رزق فيه خنوقة. عندك كتاب من العيال من الفرعون بتاعنا. شوفوا ما شاء الله، هنا تخرطيه لغاية ما تطلعي المية بتاعته اللي هي العصارة بتاعته. هو كده يبقى البصل حلو، انما تحطيه كده لا، سبحان الله. شوفوا انا مطلعه عصرته ازاي. هنا البصل خلاص اخد لون اهو، غمق اهو. احنا منحبوش غامق خالص، ماما بتحب لونه دهبي خالص زي ما انت شايفه، اهو دهبي خالص اهو. والمرتة اهي، تنزلي عليه بالمرتة، بديلها تقليبة تشويحة كده خفيفة اوي مع الزيت. وبعد كده بقى تنزلي بقى بالطماطم، سواء طماطم معصورة سواء طماطم فريش سواء طماطم انتي كنت مسبكاها وعيناها. انا هنزلنا بطماطم مسبكة كنا عاملينها اهي، وكانت في الفريزر.
شاء الله بقى اسبك معاكم الطماطم، بسبكها بطريقة حلوة، بتقعد معايا والله اكتر من 6 7 شهور، اكنك لسه مسبكاها. شوفوا انا بقى البصل بسيبه كده ياخد ايه تكة كده مع البصل، مع البصل ابو زيت. هنا الطماطم اهي بنزلها من الكيس، كانت لسه والله مجمدة. طبعا كمية الطماطم والبصل على حسب ما انتي هتطبخي. هنا احنا بنعمل 2 كيلو رز، هنعمل محشي بنعمل 2 كيلو رز، مش محشي لا ممبار يعني ولا كوسة ولا كلام من ده، هو كرنب مع ورق عنب مع ورق لفت، المتوفر بنعمل فيه اي حاجة يعني. هنا على فكرة مش هتاخد كتير، التخديعة دي مش هتاخد كتير على النار، لان هي متسبكة اساسا قبل كده. هنا بقى خطة المحشي: شبت وبقدونس وكزبرة. في ناس ما بتحبش البقدونس، بتجيب شبت وكزبرة بس، لا انا بحب معاه البقدونس ده. البقدونس اهو، شوفوا الفرق، شوفوا البقدونس ورقته عامل ازاي، وشوفوا بقى الكزبرة عامل ازاي. شوفوا انا هعملهولكوا جنب بعض اهو، دي كزبرة، دي بقدونس، دي بقدونس كده غامق وورقته مختلفة اساسا عن الكزبرة، يعني بيبقوا مع بعض حلوين قوي. الثلاثي ده انا بعتبره ثلاثي ابو المسرح: شبت وكزبرة وبقدونس. هنا القصين الخضرا كانت غسلت واتنشفت واتصفت واتخرطت. ده الرز اهو، ده 2 كيلو رز كنت غسلاهم ونقعهم. هنا ما شاء الله بيبقى كل غسلة الرز ب2 كيلو رز غسلاهم. دول 2 كيلو رز زي ما انتوا شايفين كده. نحط الرز على الخضرة على كله ما شاء الله. هنا بقى التخديعية كانت نشفت خالص، مبحبش يكون فيها ولا نقطة مية زي ما انتوا شايفينها كده. شوفوا هي جوزتها حلوة ازاي، المادة الدهنية بتاعتها حلوة ازاي. دي بقى فلفل زي ما انتوا شايفين كده، ده فلفل احمر اللي انا كنت قلتلكوا عليه اللي هو المكبب، بطعم حلو اوي للمحشي، ولون كمان احلى من الصلصة الجاهزة المعلبة دي خالص، متبقاش حلوة ولا صحية، دي جميلة اوي. شوفوا كده يا حبايب قلبي، شوفوا بس المسافة كده هعملها بس بالمعلقة بالسباتيلا. شوفوا ادت لون ازاي، وهي والله كانت ما شاء الله الطماطم كانت حمرا وحلوة. هنا خلاص بحب اديها يعني ايه فنجان زيت كده صغير. دي كانت رشة فلفل، لقيتها ناقصة فلفل اسمر. فنجان زيت بقى قهوة كده، فنجان قهوة زيت كده. بصوا بقى في خلب الرزاية بقى فلفلة مش ملزقة ولا اي حاجة. هنا بقى دي اللي هي القاع بتاع الحلة، عدن الخضرة، ورق كرنب المتقطع، بصل، فلفلة اهو. وبلف بقى المحشي اهو، شوفوا هنا المحشي اهو اخضر وابيض، وده ورق لفت. ورق لفت دي بيبقى جميل اوي في الاكل ما شاء الله. شوفوا الكرنب احنا بنقطعه ازاي، احنا بنحب نعمله زي الرول كده، زي الرول كده، منحبش نقطعه حتت صغيرة كده لا. شوف هنا بنلفه اهو ما شاء الله اللهم بارك. هنا لحمة، احنا هنعمله محشي باللحمة، احنا مبنحبش فيه محشي بط خالص، احنا بنحبه اكتر باللحمة. فهنا احنا لفينا رق واحد اخضر، ورق لفت بقى، ورق عنب، اخضر بتاع محشي اي حاجة، ونحط اللحمة. وبعد كده بنخلص لف. ادي حلة الكرنب يا حبيب قلبي ما شاء الله اللهم بارك. القعدة ده شوربة على معلقتين صلصة من اللي كانوا بتوع تخديلة المحشي زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. تظبطي بقى قعدك بقى اهو ما شاء الله. احنا بنحبه سايح، ما بنحبوش مفلفل قوي. احنا هنا كنا عند ماما هنا، بيت ماما وبيت بابا بيحبوه سايح، ما بيحبوش مفلفل قوي
انما انا عندي بقى لو في شقتي هنعمله ايس سنة. جوزي بيحبه مفلفل. شوفوا كده بقى يا حبايب قلبي، ما شاء الله اللهم بارك. تيجي بقى عند الحلة دي عشان يجي بقى في كل مكان فيها الشربة. شوفوا يجي لسه حاطين. شوفوا المحشي بيلمع ازاي، سمونيته حلو، ان الشوربة دي كانت شوربة بط في سمينة اصلا. ما شاء الله. شوفوا عامل ازاي، اللهم بارك. هي دي الايد عايزاه يبقى ناقص ملح، يبقى الطبقة اللي فوق دي ما يجيش على مية خالص، تبقى اقل منه طبقة. عايزاه مظبوط يبقى يدوك مغطي الطبقة زي ده كده. هو ده القعد المظبوط بتاعه. شوفوا ما شاء الله، كان والله ما شاء الله كان جميل. حبة محشي يعني يستاهلوا وجودكم معانا بجد والله. كان ما شاء الله كان حلو في الساعة ده وفي البرد اللي احنا فيه ده. محشي وبط، محشي وفراخ، محشي ولحمة، محشي بس. والله انا بعمله ساعات في شقتي محشي بس من غير اي حاجة خالص. بقى مثلا عاملة بط النهاردة وتاني يوم عاملة جنبه بن شوربة محشي. ما شاء الله اللهم بارك. متنسوش يا حبايب قلبي، يا رب يكون الفيديو عجبكم، يكون في خفيف عليكم، ونكون استفدنا من بعض. متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس. هتوحشوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.